السلام عليكم ورحمة الله. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور اسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة، وسؤال النهاردة من احدى الامهات، ابنها عنده 2 والولد جايله سخونية جامدة وترجيع واسهال وتعبان، وهي بتتكلم ان هو رافض الاكل بقاله يومين من ساعة ما تعب وما بياخدش غير الرضاعة، وان هي قلقانه جدا على عدم الاكل. وده تاني وتالت ورابع. يا جماعه، الطفل حينما يمرض لا ياكل، وقله الاكل اثناء المرض قد تكون جزء من العلاج الرباني اللي ربنا عامله لكل الكائنات الحيه. اي كائن حي، سواء هذا الكائن طائر، حيوان، بني ادم، اي كائن حي ربنا خلقه حينما يمرض لا ياكل. طب ليه لا ياكل؟ لان الاجهزه بتاعت الجسم، والجسم بيقسم الطاقه القليله اللي عنده للاجهزه المهمه زي القلب وزي المخ وزي الدم وزي الحياه عشان تدافع عنه. لو انت قعدت توزيع هذه الطاقه على اماكن هو شايف انها مش مهمه زي الجهاز الهضمي مثلا، هيحصل دروب وهيحصل. فاذا الطفل اكل طبيعي ونشاط طبيعي هيحتاج طاقه اللي هي مش موجوده في الوقت ده، واللي هي مركزه مع مقاومه المرض، فانت كده بتوقعه وكده بتدخله في مشاكل. يبقى الطفل المريض لا ياكل. محدش يغصب عليه، محدش يقول ازاي يقعد طول اليوم ما ياكلش، ازاي ما ياخد الدواء من غير ما ياكل. كل هذه الاشياء مش صحيحه. اي طفل مريض وبيرضع طبيعي هتلاقيه ماسك في الرضاعه الطبيعيه وسايب الاكل، بيرضع صناعي يرضع صناعي، سوائل، اكل خفيف. اي اكل زياده او اي اكل عادي حتى ممكن 3 4 ايام ما يتناولوش، لان هو مش هيبقى عنده استعداد، وهتلاقوه كاشش وهادي، وجسمه مش محتاج في الوقت ده كل هذه الاشياء. على المدى الطويل كل ما هيتصلح وكل ما المرض هتروح هتلاقيه بدا يتحسن معاك وبدا ياكل وبدأ هو بنفسه يطلب الأكل. يبقى المريض التعبان والبيبي التعبان لا يأكل. قد يرضع مثلا أو كده، مفيش أي مشكلة خالص. لكن لو أنت صممت تيتا طنط وحماتي وماما والناس إنه يأكلوه، هيحصل مشكلة يبتدي يرجع ويخش في مضاعفات. سلامته. يعني أطيب تمنيات لحضراتكم، أطفالكم بالصحة والعافية، وشكرا.